جلسة حوارية جمعت أعضاء من الفرق المتأهلة لمهرجان المسرح العماني في دورته الثامنة ضمن مناشط وفعاليات خريف ظفار. نظم الجلسة مجلس إشراقات ثقافية بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. حوار ثقافي مسرحي حمل عنوان المسرح العماني بين التجربة والطموح، أقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، وذلك ضمن المناشط الثقافية لفعاليات خريف ظفار لهذا العام. بما أن المسرح تطور كثيرا وتقدم بشكل ملحوظ واستطاع أن يقدم رؤى فنية جديدة وأيضا مهمة، فكان لابد من تسليط الضوء على هذه الفعالية وأن يكون هناك حوار مع بعض الفرق المسرحية التي تأهلت لهذا المهرجان، مهرجان المسرح العماني في دورته الثامنة. الحوار شارك فيه كتاب ومسرحيون من الذين تأهلت فرقهم للمنافسة على جوائز مهرجان المسرح العماني في دورته الثامنة الذي سيقام نهاية سبتمبر المقبل بمحافظة مسقط. طبعا مثل هذه الملتقيات تساعد في الحراك الثقافي في سلطنة عمان، ولا سيما هنا في محافظة ظفار على وجه الخصوص، وخاصة في موسم خريف ظفار. طبعا مثل هذه الملتقيات تساعد على التثاقف بين العديد من المسرحيين والمثقفين بشكل عام، وكما نقول دائما اللبنة الأولى للمسرح هي السؤال، ومن ثم يتوجه هذا السؤال على خشبة المسرح من خلال حتوتة أو قصة تعرض للجمهور، ومن ثم تأتي التساؤلات حول هذه القصة، أو ربما أيضا هذه القصة تذهب إلى منحى آخر تصل للمتلقي. مثل هذه اللقاءات بالعكس يعني تعطي مجال الكثير يتعرفوا على المسرح وعن طموحه وعن أعماله القادمة وعن المشاركات اللي بنقدمها إن شاء الله. بالنسبة لمشاركاتنا القادمة إن شاء الله، احنا من ضمن الفرق المسرحية المؤهلة إلى مهرجان المسرح العماني الثامن. في عندنا الآن مهرجان الحمد لله قائم اللي هو مهرجان ظفار المسرحي، وهذا يختص بالفرق المسرحية في محافظة ظفار. والحمد لله يعني كل سنة نشاهد وجوه جديدة، شباب يعني ما شاء الله مبدعين جدد يعني. تم التطرق من خلال المناقشات إلى أساليب كتابة النصوص المسرحية، وأن تمتاز بالتنوع الفني واشتمالها على العناصر الأساسية للنص من الفكرة والبناء الدرامي وملائمته لظروف المجتمع العماني. سالم بن محمد زعبنوت، صلالة، محافظة ظفار.